في خبر عاجل ومؤسف الآن، وفاة التيك توكر الجزائرية كوثر في حادث مروري مأساوي بالشغف يثير صدمة في الجزائر ويشهر مواقع التواصل الاجتماعي. فخبر صادم هز مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر. توفيت التيك توكر الجزائرية المعروفة باسم كوثر المديرة في حادث مرور خطير في الساعات الأولى من فجر اليوم على الطريق الوطني رقم 4، وتحديدا عند منطقة برويس التابعة لبلدية أم الدراء بولاية الشلف. أما بالنسبة لتفاصيل الحادث، فبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات اللي فاتت، فإن الحادث وقع حوالي الساعة 3 صباحا في سيارة تحمل 4 أشخاص، 3 شباب وفتاة، وأثناء سيرهم في الطريق الوطني فقد السائق السيطرة على السيارة، مما أدى إلى اصطدامها بجدار أسمنتي بقوة كبيرة، وأسفر الحادث عن وفاة شاب وفتاة. اتضح بعد كده أن الفتاة هي كوثر المديرة، فيما أصيب 2 آخرون بجروح خطيرة تم نقلهم على وجه السرعة للمستشفى. وكانت ظاهرة كوثر المديرة في آخر ظهور لها في بث مباشر على حسابها في تطبيق تيك توك، وكانت في حالة من الفرح والضحك، وكان ظهورها الأخير ده بمثابة رسالة وداع لكل جمهورها ومحبيها. رحم الله الفقيدة ولم زويها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.